هذا الفيلم عن قصة حقيقية، ويبدأ الفيلم مع ناتاشا كامبوش وهي ويا أبوها بالبار، وناتاشا بعدها طفلة وعمرها حوالي 10 سنين، ويسكر أبوها وينسى ياخذ بنتها للبيت هارفي على مود المدرسة، وتوصل ناتاشا للبيت بوقت متأخر وتنام فد كم ساعة وتصحيها أمها وتخليها بالقوة تلبس هدوم علشان تروح للمدرسة، وتروح يم أمها بالمطبخ وأمها تقلها إنه البار مو مكان الأطفال، وإذا بعد يم أبوها جابها متأخرة ما راح تخليها تطلع ويا أبوها أبدا، وهي تسكت وما ترد على أمها، وأمها تضربها كف على وجهها بس تعتذر لها على اللي صار، وتزعل وتروح للبيت من دون أكل، وهي بطريقها للمدرسة وهي زعلانة وتصيح على أفعال أمها. فجأة يطلع شخص من سيارته ويخطفها ويضربها على مود تفقد الوعي، ويوصل وولف للبيت وياخذ ناتاشا وياه ويحطها بصندوق تحت الأرض وفوقها خشب أرضية بيته، وتقعد ناتاشا وتشوف روحها مسجونة بكان من غير شباك ولا حتى يوصل لها ضوء الشمس، وهذا المكان ما بيه أي شيء وبيها حوض وحمام بس. ويدخل وولف على ناتاشا ويجيب لها أغراض وياه عشان تنام، ويجيب لها أكل وماي ويطلع، ومن غير ما ينطق له كلمة ويقفل الباب، وتحاول ناتاشا تفتح الباب بس هو مقفول، وتصرخ عشان واحد يسمعها بس هذا مستحيل لأن هالمكان تحت الأرض. وباليوم الثالث يجيب لها وولف كتب قصص وينزل يرويهن على ناتاشا، ويجيب لها البسكويت اللي هي تحبه. وولف يريد يطلع علشان يخلي ناتاشا تنام بس ناتاشا تصيح له وتريد منه بوسة قبل النوم، ويروح وولف يبوسها على راسها ويطلع حتى تنام، ويصعد فوق ويشوف كل قنوات الأخبار ناشرات خبر اختطاف ناتاشا والناس يتكلمون عنها. وهنا وولف بالبيت وتجيله والدته واللي كل كم يوم تجيله علشان تنظف البيت وتسوي له الأكل وتقعد تتفرج على قنوات الأخبار مع ابنها. وفجأة يظهر خبر ناتاشا وتسأله والدته ياها ممكن يخطف له بنت صغيرة ويغتصبها، فولف يرد عليها وهو دا يمثل يقولها ما أعرف والله يمكن الخاطف مجنون. وبيوم من الأيام ينزل وولف لناتاشا حتى يغسل شعرها، وهنا ناتاشا تقول له وديني لأهلي، بس هو يرد عليها شنو من أهل عندك، ما هم حاضرين يعطون فلوس فدية فأنت منتي مهمة عندهم. ويرد ويقول أهلك ما هم مهتمين بيك وعدم وجودك ووجودك وعدم وجودك شيء واحد لهم. فهنا ناتاشا تقول له أنت كذاب وظل تصيح عليه، فيعصب عليها خصوصا لما يسمع صوت صايحها، ويظل يخنقها ويغرقها بالحوض ويقول لها بعد لا تصيحين ونظفي المي اللي على الأرض، ويسبها ويقفل عليها الباب. بيوم من الأيام وولف قاعد بحديقة بيته ويا جدته ووالدته، وتوصل الشرطة للبيت ويفتحون سيارته ويسألونه أسئلة للتحقيق في خطف ناتاشا بس ما يوصلون وياه النتيجة، خصوصا لما شافوا عائلة وولف وياه بالبيت. وباليوم اللي بعده ناتاشا نايمة وتحلم بعائلتها وأهلها وهي مفتقدتهم وتفكر انه ما راح تشوفهم مرة ثانية، ويدش عليها وولف ويقعدها علشان تاكل، وتطلب من ناتاشا ساعة حتى تعد الأيام والساعات اللي مخطوفة بيها، ويقول لها وولف انه هو موافق إذا عدلت تصرفاتها وياه. وولف يركب جهاز تليفون بهالسجن للتواصل بينه وبين ناتاشا بس، وتسأله هل وولف حاسس بالوحدة وهو حر شلون ما هي حاسة وهي مخطوفة، بس وولف يتخربط وما يعرف يرد عليها، وقبل يطلع ويظل يفكر بسؤال ناتاشا ويشقق رسالتها. وتتعدى الأيام ويوصل يوم رقم 183 وناتاشا تلعب وتتخيل انه اكو اشخاص وياها بالحبس وهي مدرستهم، وترسم على الباب حيوانات مختلفة لانها ما تشوف اي احد وما تتعامل ويا اي احد. وهي تلعب يتصل وولف بيها ويقول لها هل نظفتي اسنانك وهل غسلتي المواعين مالات الاكل، ويظل يقول لها ويطلب منها تسمع كلامه، ويبين انه هو شقد مريض نفسي وعنده نقص بداخله. وباليوم اللي بعده تجيب ناتاشا بقية الاكل وتحطه على يدها وتمثل انه صاير عندها مرض جلدي، ولما يدخل وولف عليها وجايب معاه الاكل الها تراوي ناتاشا ايدها وتقول له يوديها للدكتور حتى يكشف عليها، بس وولف يكتشف التمثيلية اللي سوتها ناتاشا ويظل يتعامل وياها بعنف ويشيلها وهي تصرخ ويقول لها صرخي شلون ما تردين ما حد راح يسمعك، ويظل يراويها باب الخروج ويذلها ويعاقبها ويقول لها ما تقدرين الشردين ويعوفها ويروح. وظل 4 أيام ناتاشا بدون اكل كعقاب، وتحكي مع وولف خلال التليفون اللي بينهم بس وولف ما يرد عليها لحد ما تقول له اريد اروح البيت اهلي. هنا وولف يغضب ويقول لها اخذي كلامي علشان عاملك بلطف. ويمر 4 سنين على اختطاف ناتاشا والوضع نفس قبل، ويظل وولف يمنع عنها الاكل بالثلاث والاربع ايام، وكل مرة ناتاشا تتحايل عليه بحيلة على مود الاكل، وهو يظل يكرر كلمة اطيعيني، ويصير جسم ناتاشا ضعيف كلش وعظمها يبين من ورا الجلد، وهذا سبب قلة التغذية والضغط النفسي اللي ناتاشا عايشته بهال4 سنوات، ولأن ما تشوف ضوء الشمس ايضا، وهو يخوفها دائما انه ورا الابواب والشبابيك قنابل ولو حاولت تشرد راح تموت. ويسمح لها وولف فد يوم تطلع وياه للحمام وتشوف ضوء الشمس بعد 4 سنوات. وبيوم من الايام والدة وولف جايتها للبيت وتلاحظ الشعرة لونها اشقر على هدومه، وتفرح وتفكر انه ابنها بالاخير حصل له فد بت وهو وياها بعلاقة. وبعد ما تروح
ثم ياخذ ماكينة حلاقة وينزل حدر ويحلق شعر ناتاشا بالكامل. وبعد 5 سنين من اختطاف ناتاشا يجي الكريسماس وتحتفل بيه ويا روحها لوحدها مثل كل سنة، ومزينة السجن مالتها ومسوية شجرة كريسماس عشان تحس بجو المفرح اللي ما تحصله. ويدخل عليها وولف ويا أكل ولابس بدلة ويا كاميرا علشان يوثق اللحظة اللي ناتاشا تفتح الهدايا اللي هو جايبها إلها، وجايب لها مشغل أغاني و3 كتب لروايات مشهورة. تطلب من ناتاشا إنه يخليها تتصل بأهلها، بس وولف يعصب عليها ويقول لها تعتبر أهلها ميتين. وبعد شهور يقرر وولف إنه يخلي ناتاشا تنام وياه على سرير واحد بالسجن حدر، ويربط إيده بإيدها علشان لا تشرد. وبعدها فترة يروح وولف حتى يتزلج على الثلوج ويخلي ناتاشا وحدها بالبيت حدر، وتطلب منه ناتاشا تروح وياه وتقول له إنه هي راح تحسن تصرفها وياه، بس هو يوديها لسجنها ويقفل عليها الباب. ولما يرجع وولف من رحلته يروح على حفلة ويحاول يختلط بالناس، بس بسبب مرضه النفسي وإنه لازم يكون وحيد يرجع لبيته، وهنا يغتصبها على سريره. وتكون ناتاشا هنا مستسلمة وتدري إنه ما تقدر تسوي أي شيء. وباليوم اللي بعده تطلب من ناتاشا يوديها برا لبيته وياخذها، بس يخاف أحد يشوفها ويرجعها ويدخلها. بس هنا ناتاشا تقاوم وهو ياخذها يسحها بشدة ويقطع الحبل اللي رابطها بيه ويذبها بالسجن. وبعد 5 سنين ونص من اختطاف ناتاشا ويبدأ وولف يستعبدها ويخليها تعمل أعمال المنزلية ويظل يضربها ويصفها بالكلب الغبي. وهنا هو بعد يطبخ ويخلي ناتاشا تجوع بعد أيام بدون أكل وياكل قدامها. وبيوم من الأيام تاكل ناتاشا من أكل وولف ويكضها ويضربها ويطلع من حلق هالأكل قبل لا تبلعه ويرميها بالسجن تحت من غير أكل. وبعد شهور يقرر وولف يطلع ناتاشا وياه حتى يشتري لها هدوم ويقول لها لو حاولت تشرد يقتلها بالمسدس اللي عنده. ويوصلون لمحل مستلزمات البناء عشان يختارون لون الطلاء لغرفة ناتاشا اللي تحت الأرض. وولف يترك ناتاشا لوحدها، بس هي ما تعرف تشرد وتسمعه دايما يقول لها أطيعيني أطيعيني، لحد ما وولف يرجع لها ويرحون للبيت. وبعد شهور يراوي وولف ناتاشا غرفتها اللي تحت الأرض، وتكون ناتاشا هي اللي اشتغلت عنده عشان تجددها. وبعد أيام تسمع ناتاشا الأخبار بالراديو وتسمع يقولون يمكن ناتاشا تكون ميتة أصلا، فتصير مكتئبة هنا وهي بغرفتها. بس وولف ما يخليها براحتها وتسأل ناتاشا هو ليش اختارها بالذات علشان يخطفها. فيرد عليها يقول لها لأول مرة شفت ابتسامتك وانت صغيرة بمحل وانت تاكلين بسكويت. وظل يحفر ويبني حدر بيته لمدة 8 شهور متتاليات. وبيوم من الأيام ناتاشا تقرر تنتحر لأنها ما قادرة تستحمل هالعيشة اللي هي عاشتها مع وولف المغتصب، وتجيب كلينكسات ورقية وتحرقهن بالغرفة مالتها حتى تموت من الاختناق. بس غريزة البغاء تشتغل عندها وتطفي النار وتطلع الدخان من غرفتها. بس وولف يكتشف محاولتها للانتحار ويضربها ضرب وايد بعنف ويستمر بضربها وتخويفها وهي ما تعرف تدافع عن نفسها. وتظل ناتاشا تعد عدد الضربات اللي ضربها وتكتبهن على الكلينكسات. وبعد شهور ياخذ وولف ناتاشا وياه على رحلة التزلج على الثلوج، بس جسم ناتاشا ضعيف كلش على الحركة وما تقدر توقف على الثلوج وعلى طول تطيح على القاع وتقول له أريد أروح للحمام. فيتأكد وولف إنه ماكو أحد بالحمام حتى لا تحاول ناتاشا تتواصل وياه وما يشوف أحد بالحمام ويسمح لها تروح. ولما تكون بالحمام تسمع صوت وحدة فتطلع بسرعة وتقولها أنا ناتاشا كامبوش المخطوفة منذ سنين. بس البت اللي بالحمام تتكلم روسي وما فهمت عليها شيء. ويشوفها وولف وياخذها ويرحون وهم بالسيارة يسألها شنو قلت لي البنية، بس تقول له إنها ما قالت أي شيء. بس يضربها وولف بوجهها بشدة ويكمل عليها الضرب بجسمها كله ويريد منها إنه ما تكذب عليه. وتظل ناتاشا بغرفتها وتكتب عدد الضربات كل يوم وتحط الكلينكسات اللي كاتبة عليهن بصندوق كبير مليان كلينكسات بذكريات ضرب ل8 سنين. وبعيد ناتاشا ل 18 سنة بيحتفلون وولف وناتاشا سوا ويجيب لها فستان وترقص وياه بإكراه لأن جسمها صار ضعيف كلش على الحركة. وباليوم اللي بعده وولف يريد يبيع سيارته لأنه محتاج فلوس، فيخلي ناتاشا هي اللي تنظفها من برا وداخل ويجبرها أنه تلبس الفستان مال عيد ميلادها حتى تبهذله بالتنظيف. ويتصلون على وولف مكالمة تليفونية ويروح يرد عليها بمكان بعيد بشبكة. وهنا تنتبه ناتاشا أنه الباب مفتوح وتظل خايفة تشرد، بس بعد هي تعبت من الوضع وما كان يفرق
يفرغ لها انه تموت لو تعيش، وتطلع اخيرا من الباب وتركض بسرعة وبخوف، وتوصل ناتاشا لبيت واحد غريب وتقول له انه هي مخطوفة، وتوصل الشرطة بعدها وتقول لهم انه هي ناتاشا كامبوش المخطوفة من 8 سنوات، وانه هي اخيرا عرفت تشرد، ويتصلون الشرطة بوالدة ناتاشا ويقولوا لها انه لقوا بيتها اخيرا، ويكتشف وولف انه ناتاشا شردت، فيروح قبل اذا بروح قدام سيارة وينتحر. واخيرا تقابل ناتاشا اسرتها بعد فراغ 3096 يوم. وخلاص وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك واكتب لي اي شيء بالكومنت.